إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم حبايبي في قناتكم قناه اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. النهارده باذن الرحمن يا جماعه انا هخزن معاكم الجبنه باذن الله. الجبنه اللي هي اللي بخيرها. طبعا الجبنه دي ما شاء الله، يعني انا بتعامل مع واحد بيعملها لي باذن الرحمن. اللبن ما شاء الله دي لبن جاموسي جميله، كامله الدسم يا جماعه، وانا بخزنها دايما منه. بتقعد بالسنه والاتنين والله وبالتلاته كمان، طالما ان الحمد لله رب العالمين انا بتبع وبعمل الحاجات اللي بعملها اللي هوريها لكم دياتي، وما فيش اي حشرات خالص فيها ولا دود ولا اي حاجات من دي، فانا بقعد اكل فيها مده كبيره. وخلي بالكم الجبنه اللي اديها كمان انا بوريكم دي، بس دي كانت جبنه قريش بقى، مش زي دي جبنه قريش عندي من السنه اللي فاتت ما شاء الله اهو. حتى خلي بالكم يا جماعه الترمس اهو، ده الترمس ده كان محطوط كمان في الجبنه. وعلى فكره الترمس ده والله طعمه فظيع، يعني جميل كمان، يعني بناكله كمان مع الجبنه. فسبحان الله يا رب، ادى الطبق يا جماعه دي او الجبنه ديت بتاعت السنه اللي فاتت، انا حبيت اوريها لكم. وباذن الرحمن يا رب الجبنه خلاص عندي اهي، انا جبتها والراجل جايبها لي في الصفيحه على ان خلاص كده تخزين. بس انا لا، مش بعتمد على تخزينه هو بس، لا انا عايزه طبعا بقعدها عندي مده، ولازم يبقى لها طعم مميز عن اللي انا بجيبها من بره كمان. فانا بحط لها التوليفه اللي معايا دي كلها. اول حاجه خالص انا حطاها في المصفى، بقالها يومين اهيتي في الثلاجه. صفتها خالص من الشرشه بتاعتها، وحط عليها ملح وشطه يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، ملح وشطه اهيتي لغايه ما بقت كل حته بحتتها كده الواحده، او خرطه بخرطيه في قلب. خلاص اتصفت من عليها الشرشه كلها. وطبعا عندي المرته اهيتي اللي كانت طالعه من السمنه. حبيبه قلب عبير يا جماعه من المتابعين بتاعه القناه عندي، كانت بتسالني قولي لي لون المرته ايه لما توصل اللي انا باخدها بستعملها في المش وفي الجبنه. هي دي يا حبيبه قلبي اللون اللي انا عايزاه، انا كده عايزاه تمام كده نفس اللون ده. وكمان يا جماعه الشطه، في شطه بلدي اهي، انا الحمد لله ما صدقت ان انا لقيت الشطه ديتي. الشطه دي حراقه، الحمد لله رب العالمين انا جبتها خلاص اهي. والشطه دي يا جماعه اللي هي الشطيطه الحمراء، جايبه دي ودي. فطبعا وقشر السفندي ده اهم حاجه طبعا، انا لحقت قبل السفندي ما يخلص خلاص جبت السفندي ده. وعشان يا جماعه بقى الحاجه الجميله خالص اللي بتقعد معانا لمده كبيره، بقول لكم لو هتقعد 10 سنين ما بتدوتش ابدا سواء جبنه او مش، هي دي بقى الحلبه والترمس. الحلبه والترمس اللي هي الترمس المر، وده هم عودان قرفه يا جماعه خشب، نفس الحكايه، بتدي ريحه جميله قوي للجبنه وطعم كمان حلو، وبيبقى من ضمن المواد الحافظه بتاعه الحلبه والترمس. وكمان يبقى طبعا تحتها هي ده الشرشه دي بتاعه الجبنه يا جماعه. انا هبدا باذن الرحمن هعمل بيها اول حاجه خالص ان شاء رب العالمين. الدرق بتاع الخلاط ده انا باخد يا جماعه اللي هو الشطه الحمراء دي، بقطعها كده في شويه شرشه او شويه لبن اهم في الخلاط، واضربهم كده جامد. وباذن الرحمن على ما نضربهم هقول لكم انا هعمل ايه تاني ان شاء رب العالمين. بس قبل ما اقول لكم بقى هعمل ايه، انا كنت بجيب كمان يا جماعه اسمه الحمص اللي بيجي من المقله، اللي هو الحمص اللي مع اللب والسوداني والحاجه دي، ما هوش الحمص الشام. انا كنت بجيبه واضربه في الخلاط، واحطه كمان من ضمن الحاجه اللي بعملها في الجبنه دي. طبعا ده فظيع جميل بصراحه، جميل قوي. وبيحفظ لي الجبنه كمان، وبيخلي الجبنه نفسها طعمها حلو. وما شاء الله حتى الشرشه او اللي حواليها او المش بتاعها بيبقى تخين وطعمه حلو، بناكل منه كمان. بس انا جيت اجيب السنه دي بصراحه لقيت الحمص ده لسه عنه 3 شهور وينتهي صلاحيته. فقلت له لا، ده انا هخزنها لمده كبيره، هخزنها لمده سنه ولا حاجه. فالمهم قلت له لا، رجعتها. بس انا بقى رجعتها تاني وما جبتش تاني. ليه بقى؟ لان انا الحمد لله رب العالمين انا اعتمدت يا جماعه على المش او على الخلطه بتاعتي اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت اهي. الخميره بتاعت السنه اللي فاتت انا عندي ما شاء الله البرطمان ده فيه الخميره اهو. من ضمن الخميره دي طبعا اللي هي الحمص اللي كان محطوط، واللي انا منه اصلا مطلعه منه الجبنه دي كمان. فانا قلت خلاص بقى يبقى هي دي، انا استكفيت بالحاجه دي باذن الرحمن النهارده، وانا هخلطها معاكم واقول لكم انا هعملها ازاي ان شاء الله. شوفوا بقى يا جماعه، على ما الاء راحت تضرب لي طبعا الشطه في الخلاط علشان تدي لي طبعا اللون والطعم كمان اللي هو بتاع الشطه الحراقه. انا قلت بقى على ما هي تيجي باذن الرحمن انا هوريكم المش اللي كان عندي بتاع السنه اللي فاتت، اللي انا عامله منه
اللي كنت عامله فيه الجبنه. شوفوا قد ايه ما شاء الله، شوفوا شكل المش شكله ايه وطعمه بقى ما شاء الله، ومن نظافه كمان ما فيش اي حاجه خالص فيه. وانا هكبه باذن الرحمن الوقت قدامكم في طبق كبير عشان ابدا احط فيه كل المكونات دي باذن الله، وهتشوفوا انا هعمل ازاي قدامكم ان شاء الله. كده يا جماعه انا جبت طبق كبير خالص اهو، وببدا اقطع فيه. بقطع الوقت الشطه ديت بقطعها حتت صغيره كده، يعني عاديه، مش عشوائيه كده، حتت الحمراء والخضراء ديت اهو، وقشر السفندي كمان اهو زي ما انتم شايفين. وعلى فكره انا بحط اللي هو الفلفل وشطه كمان، لان الشطه الكبيره خالص اللي عامله زي دي كده ما بتبقاش حاره، فانا بحط من دي ومن الحراقه كمان. وقشر السفندي اهو، القشر السفندي طبعا بقطعه اي قطع، اي حاجه كبيره صغيره ما تفرقش خلاص، ده هو بيقعد مده كبيره يعني، بس بيدي ريحه. ولسه طبعا ما شاء الله الزيوت في قلب القشره نفسها هيتي، فبتدي ريحه حلوه قوي للمش او للجبنه عموما يعني. عموما اخلي بالكم يا جماعه، اللي انا بعمله ده بعمله بالظبط في المش، يعني هو فرقت بس ان لا اما ده في مش وده في جبنه اهو. اي تقطيع عشوائي بقول لكم اهي. وهبدا باذن الرحمن هاخد بقى اللي احنا ضربناه في الخلاط، اللي هو كان اللي هو ايه، اللي هو الشطه يا جماعه مع الشرشه. شوفهم اهي ما شاء الله، شوفوا اللون بتاعها، اللون الاحمر ده اهي. اكبها كده اهي، وهبدا ان شاء رب العالمين هحط برضو على ده ايه تاني، هحط الشرشه او قبل الشرشه كمان هحط المش بقى اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا جماعه، شوفوا المش بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهو اهو. اللهم صل على النبي اهو. استنى بقى ما اوريكم ما شاء الله اللي من تحت بقى اهو، من تحت تخين ازاي، وفيه الحاجات بتاعته كلها زي الفل ازاي يا جماعه اهي. شوفوا ما شاء الله، وزي الفل ما فيش فيه لا حشرات ولا اي حاجه خالص اهي كده زي الفل تمام. انا طبعا طلعت منه الجبنه اللي انا وريتها لكم، وباخد كمان المرته يا جماعه اهو. المرته اهي زي ما انتم شايفين باذن الرحمن انا بحطها اهي، وهاخد ان شاء رب العالمين يا رب. هاتي حبيبتي كده شويه من الحمص، من اسمه ترمس، معلش الترمس المر اهو، وشويه كمان من الحلبه المره اهي في قلب الحاجه نفسها، ولسه هحط عليها كمان على الوش نفسه من فوق. والقرفه العيدان اهي، بصوا يا جماعه القرفه العيدان اهي هقطعها صغيره كده، عشان دي بتدي برضو زي ماده حافظه بقول لكم. هتكبي لي يا حبيبتي الشرشه دي كده، والشرشه كلها هي يا جماعه كبي، لا كبي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كبي كمان كده كل الشرشه يا جماعه اهي. كل ده انا بخلطه باذن الرحمن. هبدا بقى شيلها يا حبيبتي كده، وهاتي لي البرطمان. اول حاجه يا جماعه انا بحط كده في البرطمان، اول حاجه بحط فيه قرن شطه بقطعه قطع صغيره كده تحت، وبحط حبيتين بس 3 كده او حاجه هم تشوفوا ترمس، وبرده زيهم كده حلبه هم تحت. وباذن الرحمن يا رب هاخد بقى الجبنه القطع كده ما شاء الله جمدت اهي، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، بقت زي الفل اهي. انا هبدا احطها كده بقى باذن الله اهو. خلي بالكم انا بقول لكم، انا الجبنه ديت لفاها بقى لها يوم او يومين كده ممكن في الثلاجه هيتي، لفاها في الشطه وجبنه لا شطه وملح، معلش شطه وملح اهي. وفي النص كده برضو باذن الرحمن بقوم حاطه فيها قرن شطه كده، والاحمر ده بتبقى جميله وشكله احلى طبعا اهو، لغايه مملى البرطمانات يا جماعه كلها. ساعه مملى البرطمانات كلها بقى باذن الرحمن، انا بس عشان اعمل معاكم ده وما اطولش معاكم الفيديو هعمل ده ان شاء الله قدامكم، وبعدين احط فيه الخلطه بتاعتنا دي باذن الرحمن كده يا جماعه. بصوا نص البرطمان اهو، وبقوم اخده برده حبه شرشه بالخلطه كلها عشان قشر السفندي كمان احطه اهو. وطبعا فيها كمان الشرشه دايما والمش وكله وكمان الشطه والحاجات دي، كل ده انا عايزاه يدخل هنا اهوت على الجبنه دي. وبعدين هبدا احط تاني نفس الحكايه، هحط تاني جبنه تاني لغايه ما املى البرطمان ان شاء رب العالمين، واوريه لكم ان شاء الله هعمل فيه ايه بقى. كده خلاص يا جماعه، انا مش عايزه املى البرطمان قوي علشان طبعا في هنا في حلبه وترمس، ولسه هحط هنا برضو على الوش كده في حلبه وترمس، وكمان يا جماعه الخلطه نفسها اللي انا حطاها بالشرشه دي فيها حلبه وترمس، فبيبقى يعمل تفاعل
فبيبقى يضرب البرطمان او الغطا بتاعه بيتكسر. فانا عايزه احط بالراحه كده باذن الرحمن، ما اقعدش احط اكتر من كده. هحط بس يا دوبك بقى الصلصه الشرشه نفسها، ايوه الشرشه نفسها على كده. وفي الاخر باذن الرحمن هغطيه بحبه برضو كام حبايه ترمس وكام حبايه حلبه، علشان اقفل على كده، وحبه زيت وخلاص كده يبقى تمام بقى. كده يا حبايب قلبي شوفوا انا بسيب حته كده قيمه عقله الصابع كده، ما بقفلش لغايه الوش خالص، لغايه ما اقفل خالص كده، لا لغايه كده بس. وباذن الرحمن يا رب انا بحط عليهم حبايتين كده او 3 اسمه ايه ترمس، وبرده زيهم اهو حلبه كده بقى. انا بحميه خالص من اي حشرات تجيله، وباذن الرحمن يا رب. وبقوم حاطه على الوش شويه زيت كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو تمام. بقفله خالص زيت كده عشان لا عفونه ولا اي حاجه خالص. وبغطي طبعا بالكيس، هاتي يا حبيبتي الكيس كده كده خلاص. انا بعد ما بحط بقى يا جماعه الزيت وكل حاجه، بقوم مغطيه طبعا، بحط مشمع بتاع كيس كده، كيس بلاستيك، وبغطي بقفل بالغطا كده تمام. ما شاء الله بقى في كده تمام اهو. ما عادش بقى لمده يا جماعه سنه 2 زي ما انتوا عايزين، ما فيش مشكله خالص، ما تقلقوش عليها، ما فيش اي حشرات، ما فيش اي حاجه ابدا. وده الجبنه شوفوا شكلها ازاي ما شاء الله في البرطمانه اهي، جميله ازاي. هي البيضه دي طبعا وكلها متحطه، ده بقى كل ده يعتبر الشرشه ديت او مش شهوتي بالخميره بتاعته بكل حاجه. ده ما شاء الله بيقعد معايا بال10 سنين، واقعد اعمل منه كل سنه بالطريقه دي، وبتطلع الجبنه ما شاء الله ما فيش بعد كده. طبعا انا هعمل بقى، انا كنت بس بعمل البرطمان ده معاكم كده عشان تشوفوه باذن الله. وان شاء الله بقى انا هلم حاجتي دي كلها في البرطمانات التانيه باذن الرحمن وعينها بقى. بس انا حبيت اعمل معاكم ده وما اطولش معاكم الفيديو. يا رب ان شاء رب العالمين الفيديو بتاعنا يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.